بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وبيبدأ الفيلم بشخص داخل على حد وعايز يحكي له قصة عن الساحرات والوحوش، وبيقول إن العالم كله اتدمر بعد حرب كبيرة حصلت ومبقاش غير العالم مفقود، ودي فيها وحوش مشوهين ومصفورين، والبشر اللي فضلوا عايشين اتجمعوا كلهم في بلد واحدة اسمها سفح الجبل. البلد دي بيحكمها السيد الأعلى وحرم الملكة وطبعا الحراس اللي بيحموها، وفي القائد وده رئيس كانت الإيماي. وفي يوم ظهرت ساحرة قدام من الأراضي المفقودة اسمها دريالس، كانت ممسوكة وتتعدل وتحدت رئيس كانت الإيماي وعايزين يعملوها عبرة قدام العمال كلهم. فالمنفذة بتقبض الطوبة وبيسيبوها تشيلها وهو بيمشي، بس قبل ما تتكلم بتقدر تسيطر على واحد من اللواء وبتهيأله إن هو اللي بيتشال، فبيخليه يطلع مسدسه ويضرب الحمل بتاعها، والمنفذة وباقي الرجالة بيرجعوا تاني عشان يدوروا عليه. بري بتفضل تقتل فيهم واحد ورا التاني لحد ما يتباع المنفذة وبتعمل فيها زي ما عملت معاه، بس بتخلي الطوبة اللي انتصل عليها ومش بتموت. دري بتطلع وسط العمال وكلهم بيهتفوا باسمها. وروح بعد كده للشخص اللي في أول الفيلم اسمه بويس، وهو رايح على مكان بيقف لأن في مجموعة متتبعين وعايزين يقتلوه. واحد منهم بيحاول يمسك سلاح بس بيكون حاطط عليه قفا مدربة، فبيقتل الراجل اللي مسك السلاح وبيطلع مسدسين تلاعيلهم وبيخلص على الباقي كلهم، وبيروح ياخد السلاح بتاعه وبيطلع عليه القفا من تاني. نرجع تاني لجراي وهي رايحة على المكان بتاعها، وهناك بتردف على واحدة كفيفة وبتساعدها. بعدها بكام ساعة كده بيجيلها رئيس المراقبة العليا جريس، والملك براي بتكون عارفاهم وبتسألهم على اللي تتمنى الملكة، فبتقول لها إنها عايزة قوة مستهزئة بين الوحوش اللي في الأرض المفقودة. بتقبل براي ولكن بتحذرها، فبتقول للملكة إنها هتقدر متعاقب وترفض تديها اللي عايزاه، بس تديها مهلة لاكتمال الأمر وده حوالي 6 أيام بس. بعد ما تمشي الملكة براي بيديلها بريس لوحده وبيطلب منها تشرف في مهمة الملكة ما تضلهاش حاجة. بري بتوافق برضه لأنها متطفش حد. بعد ما يمشي تستخدم السحر بتاعها وبتقدر تشوف المستهزئ الوحيد اللي في الأرض المفقودة، وهو بيقتل أي حد يقرب من العرين بتاعه ومفيش حد شافه عايش. الملكة بتكون مع السيد الأعلى، وقال لما يجوا بتقعد تهزقه ونزل زي أي راجل حقيقي ما عدا واحد بس، وده بيكون عشاء وهو بويس. وفي يوم كان بيودعها لأنه عامل مشاكل في البلد وقتل رجالة من رجال السيد الأعلى. في الوقت ده بري بتكون وصلت على حانة وهناك بيكون بويس، وبتقول له إنها عايزة متعقب يوديها الأراضي المفقودة، وعلشان يوافق بتخسره كل فلوسه اتلعبت ورا. ولما يوافق بويس بيسألها على السبب وبتعرفه إنها بتدور على واحد يقدر يتحول لمستهزئ وهتقتله في عرينه عشان تاخد قوته. وبيقول لها المستهزئ الوحيد اللي هناك اسمه سردور وموجود في مكان اسمه نهر الجمال، بس ده حذرها إن مفيش حد رايح هناك ورجع. بري بيتعرض عليه الساعة مع الفلوس عشان يوافق. فجأة بيخش على الحانة رجالة كانت الإيماي، ويش بيرمي القفعة بتاعته عليهم وبتقتلها اتنين، والمنفذة الوحيدة اللي بتقدر تقتل القفعة، وبيقدر يهرب بري وبويس. فبتروح المنفذة وبتقول له القائد بتاعها اللي بري هربت ومعاها واحد كمان، وبيعرفها إنها غلطت لما خلتها تعيش في أول الفيلم، والعمال بيتعمل منشورات بسببها وبقت رمز للثروة، وبتعرفه إن في خبر هيفرحها، وبيملوا الست الكفيفة اللي كانت إيري بتهدف عليه. وبعد ما عذبوها شوية بتعرفهم الست الكفيفة إن الملكة معاها دريس صاروا بري، بس ما تعرفش طلبوا مين حقيقي. والقائد بيفرح لأن لو الساحرة اعترفت بكده هو اللي هيستولى على العرش. وجراي بتصلح البلدوية كويس وهو قاعد يدور على أفعى الدين، ولكنه بيدور على غلط بس مش بيلاقي حاجة إلا فيها. تاني يوم الصبح بويش بياخد دري على منطقة بري، وهناك في بيت بتاع صاحب بروس وأخته مول هيستريحوا فيه شوية. لما يخشوا بري بتقول لبويس إنهم يشوفوا طريق مختصر لأنها عايزة توصل لسلبور قبل القمر ما يكتمل، وبيعرفها إن طريق سكة القطر هيوفر عليهم يومين بالكتير، ومرة بتسمعهم هما بيتكلموا. وبيبقى فاضل 4 أيام بس على اكتمال القمر. ويروح للمنفذة وهي ورا القطر معاها دبابة ورجالة كتير عليه، وبماركة رايحة عند القائد وبتقول له ازاي القطر يفرج وفي قلب رجالتك من غير إذن، وكمان كده البلد بقت من غير حماية، بس بيقول لها إن لازم يدور على الساحرة ويقتلها لأنها بقت رمز للعمال. والوقت ده المنفذة وصلت عند روس وأخته وبيقعدوا يعزموا فيه عشان يقول لهم على مكان بويس وباقي. مرة بعد ما تشوف أخوها بيتعذب بتقول لهم إنهم رايحين لنهر الجمال، وبيخلصوا على أخوها بيولعوا في المكان وبياخدوا نورها معاها. وراح بعد كده البويس وهو رايح عند بيسايروس وده اللي هيساعده لما اختصروا الطريق، بس بيقعد يدور عليه لحد ما هي معتوه، وبيكتشف ان المنفذه ورجالتها هم اللي قتلوه. بس المنفذه بتستفز بويس وبتقتلها قدام. جريك بتجري على واحد فيهم وبتمسك المسدسات اللي معاه، وبيفضلوا هي وبويس يقتلوا فيهم، ورجاله تانية بتنزل من القطر وبيفضلوا يضحوا بحياتهم في المنفذه. واحد من رجالة المنفذه بيضرب عليهم بالدبابه بس بيقدر يهرب بويس وجري منها، وبيركبوا الاتوبيس اللي هيعديهم من الجنب التاني، وفي شويه رجاله بيطلعوا معاهم وبيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما المنفذة تقطع الحبل بتاع الأتوبيس. الساحرة وبويس بيقبلوا يطلعوا منها ثلاثي، والمنفذة بتكون معاها سنايبر وبتضرب بتلقى في دراع بويس، فدري بتقدر تغلوش عليها بالسحر بتاعها ما خلاش تقتلها. بعدها بيستريحوا في مكان وبنرجع تاني للملكة وهي بتعرف إنها حامل، بس طبعا الولد مش بيكون للسيد الأعلى، بيكون عشيق بويس هو أبو الولد، فبتقرر تقتل السيد الأعلى عشان تمسك مكانه العرش.
في الوقت ده بري وهويس وصلوا لمكان منفذ سلوى، وده بالليل بيكون الشياطين فيه عشان بيضطروا يخشوه لأن القطر اللي فيه المنفذة وراه، فبيخشوا المكان زي المفاعل النووي بيوقعوا بنزين حواليهم، فبيجهزوا أسلحتهم وبيستعدوا للشياطين. قبل ما يهجموا عليهم بيعملوا دايرة من النار حواليهم. الشياطين بيستخدموا ذكائهم وبيقدر واحد فيهم يخش معاه، وبعد تعب بيقدروا يولعوا فيه، بس زعيم الوحوش بيكون فوقه وبينط لفر الدايرة عليهم، وبيكون عارف بري وتعارك معاه قبل كده، فبري بتسيطر عليه وبتخليه هما بيكلتوا يسموا كويس، وبتستخدم السحر بتاعها وبتولع فيهم كلهم، وكانوا طالبين منها يجيبوا المكان ده لأن فيه كنز كبير. بس قبل ما يوصلوا للكنز حلت عليهم لعنة، بعدها تستريح بري وبيش بيبدأ يحبها، وبتكون دي ليلة اكتمال القمر. في بلد سفح الجبل بيعرف الشعب اللي السيد الأعلى مات والملكة بقت مكان، وبريس بيخوف الشعب عشان يحيوا الملك وتعترف على الملكة ويستولى هو على العرش. بويس وبري شرح كل مشتعل، وبويس بيقول لها إنهم هيوصلوا معرض جمادهم هو، وبيتمنى صدور ما يكونش هناك لأن لو واجهته احتمال كبير هتموت، بس بيفضل بويس يتحايل عليها ما تروحش هناك، وده لأن حباه وخايف عليها. بري مصممة إنها تروح علشان دايما بتعمل اللي بينطلب منها، وبيسمعوا الصوت بتاعه وراهم وفي المنفذ، فبري بيستبربهم وده لعل السكة مكسور وبتقدر توقعهم وبيس بيلحقها، وبكده بيكونوا دمروا المنفذة باللي موجودين في القطر، وبيقرر يستولى على البلد بالقوة لأنه مش عارف يخلي السحرة تعترف. فجأة بيكون بريش ده وقتها كل رجال وبيخلص عليه بأمر من الملك، وآخر يوم في اكتمال القمر بيكون ده ميعاد، وبيقدر بويس وبري يوصلوا نهر الجماجم، وبتعرف بري إن في حد عايش في المكان أصلا، وبويس بيتحايل عليها إنهم يرجعوا قبل ما يجي المستهزئ، بس هي مصممة إنها تقتله فعليا. ولما القمر يكتمل بري بتفاجئ بويس إنها عارفة إن هو سردور أصلا، وبيتحول لمستهزئ قدامها بس الجرح اللي في إيده بيلقف، وده اللي خيطته بري وهو نايم وحطت فيه فضة عشان يأثر عليه. ورغم قوة سردور بري بتعرف تسيطر عليه وبتوهمه إنها اتحولت لغراب كبير، وبتقدر إنها تضربه في بطنه بالفضة وبيغمى عليه من كتر الفضة اللي باقي في دمه. ولما القمر يبقى عليه اليوم بيرجع سردور باسم الداية، فبتربطه بسلاسل غلاف وبتيجي ومش هيجيك، بس هي بتفاجئه تاني وبتعرفه إنها كل الطريق عرفت نقاط ضعف، لأنها لما استخدمت السحر في أول الفيلم عرفت مين هو سردور وراحت له الحالة مخصوص وحطت له فضة وهي بتخيط الجرح، ومعترتوش عشان لازم تاخد قوته وهو عايش. وقبل ما تقتله بيس بيطلب منها إنهم يتعاقبوا مع بعض لأنه بيحبها، بس دايما في مقابل يا بويس. وقبل ما بري تقول على المقابل القمر بيبان فبويس بيتحول لسردور وبتقعد بري تقطع في ديله، ولما العمال يشوفوها بيقتلوا الخواص المواليه وبيبدأوا ثورتها. الساحرة بترحب ببريس وبتديله بيلد المستهزئ وبتعرفه الملكة تعمل ايه لحد لما الشمس تطلع، وبيطلب منها ساعته لأنها ما نفذتش الطلب بتاعها، وبتقول له إن يسمع شيء كويس. بريس بيروح يعرف الملكة بسرعة وبيقول لها أنا خلاص موجود جنب، فالملكة بتحزن لأنها كانت بتحب بويس وعايزة تتعاقب معاه والطفل اللي بطمع منه، فبتتعصب الملكة وكيد بريس لأنها مفكرة إن هو اللي قتل. وفي بتكون نازلة رايحة مكانها والعمال كلها داخلة القصر بتقتل كل اللي فيه، وبندر المستذئب بيحتفل لما الشمس تطلع والمكان اللي مدفون فيه بويس بيهتز، وبرجع تريل المشهد اللي في أول الفيلم اللي بويس بيكون داخل على بري وبيحكي له القصة كلها. بري بتعرفه إنها كانت عارفة إن الملكة بتحب والملكة جات لها عشان تبقى زيه ويبقوا شبه أبوها، فبويس يحبها هو كمان ويتعاقب مع الملك علشان هي ما بترفضش طلب حد نفذت المطالب كلها. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.